يبدو أن ظن السوريين بعدم امتلاك النظام وروسيا ما يبيدان فيه التجمعات السكنية في سوريا سوى السلاح النووي لم يكن صائبا. في تطور مفاجئ للأحداث، شنت الطائرات الروسية ليلة أمس عشرات الغارات العنيفة استخدمت فيها ما يعرف بالصواريخ الارتجاجية، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى ودمارا هائلا في معظم أحياء مدينة حلب المحاصرة. الصواريخ الارتجاجية التي أمطرت فيها المقاتلات الروسية مدينة حلب تصنف كصواريخ خارقة للأرض، طورت خصيصا لاستهداف الملاجئ وتفتيت البنى التحتية للمدن. ويتجاوز وزن الصاروخ الواحد طنين 2 من مادة TNT المتفجرة ومسحوق الألمنيوم، حيث تخترق الأرض لمسافة قبل انفجارها، وذلك لضمان الدمار الواسع للمواقع المحصنة تحت الأرض. الغارات الروسية الارتجاجية على سوريا قصفت في أولى استهدافاتها مركزي الدفاع المدني في حي الصاخور والأنصار الشرقي في مدينة حلب، ما أدى إلى دمار واسع في المبنيين وخروج كافة آليات الإنقاذ عن الخدمة، فيما يبدو وكأنه عقاب للدفاع المدني السوري عقب ترشحه لنيل جائزة نوبل للسلام بدوره الفعال في إنقاذ ضحايا النظام وروسيا بالدرجة الأولى في الواقع. استهداف مباشر لمراكز الدفاع المدني بمدينة حلب. طبعا طلع المركز خارج الخدمة بالكامل، الآليات كلها طلعت عن الخدمة بالكامل. قصف مركز بهنانو ومركز بالحيدرية ومركز هون بالأنصاري. التصعيد الأخير في سوريا والتطور في استخدام آلة القتل ومعاناة مئات آلاف المدنيين المحاصرين في حلب من قتل ودمار ومجازر، وآخرها استهداف الملاجئ وتفتيت البنى التحتية، تزامن مع انعقاد مجلس الأمن الدولي بحضور ممثل النظام وروسيا وكافة دول العالم المشاهدة أو المشاركة بمأساة السوريين. يظهر ربما مدى استخفاف المجرمين بالمجتمعين هناك حسب متابعين.